السلام عليكم. لو السوق واقف والناس مش بتشتري، الكلام ده مش معناه إن مفيش فرص. الكلام ده معناه أو المعنى الحقيقي إنك أنت اللي مش عارف تكريت الفرص دي. عشان كده هنخش في الموضوع على طول وهكلمك عن 5 طرق مهمة جدا هتخليك تفتح أي سوق وتخلق فرص جديدة للبيع حتى لو السوق نفسه كان نايم. أنا بعمل اللي بعمله ده علشان أسيب أثر. يمكن كلمة تغير حياة، يمكن لحظة تبني إنسان، والنية دايما رضا ربنا وبس. الطريقة رقم 1 ودي مهمة جدًا وأوعدك إن هي هتساعدك تعمل مبيعات بشكل قوي جدًا، جدًا، وهي change the angle of offer أو غيّر زاوية العرض. الناس زهقت من طريقة عرضك للمنتج بتاعك، نفس العروض، نفس الكلام، نفس كل حاجة. أنت محتاج شوية تبطّل تتكلم عن المنتج ومحتاج تتكلم عن النتيجة بتاعته. بمعنى ما تقولش والله أنا بابيع كورس تسويق، اتكلم إن الكورس دوّة هيساعدك تحقق الرقم X في أول 7 أيام بعد ما تاخد الكورس دوّة لمّا تبدأ على أرض الواقع. الناس بتحب تشوف النتيجة اللي هتشوفها أو الناس بتحب تشوف النتيجة اللي هتحصل لها من ورا الحاجة اللي هيقرر يدرسها أو من ورا الحاجة اللي هيقرر يذاكرها. فبمنتهى البساطة الناس مش بتحب تشتري الحاجة، الناس بتحب تشتري النتيجة اللي ورا الحاجة. عشان كده غيّر طريقة كلامك عن المنتج مش تغيّر المنتج نفسه. الطريقة رقم 2 find side markets. يعني إيه؟ ابحث عن أسواق جانبية. ممكن ببساطة جدًا تلاقي فرص بيع جديدة لمّا توجه المنتج بتاعك لجمهور مختلف، غالبًا هتلاقي فيه فرص بيع هناك. يعني تخيل معايا مثلًا إن في مطعم، المطعم دوّة هو ما بيعملش حاجة غير إن هو بيبيع أكل healthy بس، وهو كان مستهدف الناس الرياضيين. بعد كده بدأ إن هو يستهدف الأمهات اللي هي بتفكر إن هي تاكل أكل صحي أو عايزة أكل صحي، خاصةً في الفترة اللي بعد الولادة بسبب إن هم مش بيقدروا يعملوا دوّة بنفسهم. إحنا هنا بنتكلم إنه نفس المنتج ولكن هو غيّر الجمهور، بالعكس ده دخّل جمهور جديد معاه. الفكرة من الطريقة دي إن المنتج واحد ولكن الجمهور هو اللي اتغيّر. الطريقة رقم 3 وهي smart collaborations أو التعاون الذكي، ويا رب أكون نطقتها صح. ببساطة جدًا اعمل شراكة مع حد عنده جمهور شبه الجمهور بتاعك أو قريب منه شوية، زي مثلًا الفوتوغرافر اللي بيتعاون مع منسق حفلات الزفاف. ما ببساطة جدًا الاتنين جمهورهم شبه بعض. الفكرة هنا إن الجمهور الجديد يوصل لك بثقة جاهزة أصلًا. طريقة رقم 4 وهي educate don't sell. يعني إيه؟ يعني استخدم التعليم بدل البيع. بمعنى الفكرة من النقطة دي إنك أنت تبدأ إن أنت تعلم الناس بدل ما تبيع. بمعنى الناس بتحب تشتري من الناس اللي هي مصادر الثقة. أي حد النهاردة عنده بيزنس ما بيعملش محتوى على السوشيال ميديا فهو بيخسر جاب كتير جدا وكبير جدا 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 من الماركت ومن الناس اللي بتشتري. ليه؟ لأن الناس بتحب تشتري من الناس الثقة زي ما قلت لك. فبمنتهى البساطة أنت محتاج تبدأ تعمل محتوى تعليمي وفي النص تتكلم عن المنتج بتاعك، والناس كده كده طالما انت بتظهر على السوشيال ميديا فغالبا هتكسب ثقة الناس دي حتى. والمهم ان انك تكون بتقدم محتوى قيم فهتبدأ تكسب ثقة الناس دي، فبالتالي الناس دي هتبدأ تشتري منك المنتج اللي هو بيحل مشكلة الجمهور بتاعك. وبالطريقة دي هتكون خلقت لنفسك سوق كبير جدا وجديد وقوي جدا عن طريق السوشيال ميديا وعن طريق الكونتنت اللي انت بتقدمه. الطريقة رقم 5 والأخيرة وهي create buying triggers. يعني إيه؟ حفز الناس وشجعهم إن هم يشتروا بطريقة جديدة. يعني مثلا اعمل عرض مؤقت، اعمل تجربة مجانية، اعمل حاجة مختلفة عن اللي الناس بتعمله حواليك. التجربة المجانية دي من أهم الحاجات اللي انت ممكن تعملها. فكرة إن انت تخلي الشخص ممكن يشتري أو يجرب منتج ديمو لمدة 3 أيام تجربة مجانية. انت دي حاجة ممكن تحفز العميل بمنتهى القوة ان هو يشتري الحاجه بتاعتك لانه هيتعلق بيها في الوقت ده. كمان ممكن تعمل حاجه مهمه جدا وهي فكره ان انت تبدا تقدم خصومات لاول 20 عميل هيشتروا. المهم ان انت تخلق سبب فوري تخلي الناس تشتري بيه دلوقتي مش بعدين. دايما الناس بتسأل نفسها ليه اشتري دلوقتي ما اشتريش بعدين. ويمكن انا عملت 20 فيديو او 20 شورت موجودين على القناة، هتلاقيهم موجودين بنتكلم فيهم وبنتناقش فيهم عن كل الاسئلة وكل الاسباب اللي بتخلي الشخص ما يشتريش دلوقتي. مهم جدا جدا انك تتفرج عليها. وكمان عندك بلاي ليست كورس البيع من الالف للياء. لو انت اصلا ما عندكش خبرة في السيلز وعايز تتعلم السيلز، فالسيلز شغلانة قوية جدا جدا هتقدر تساعدك ان انت تكسب فلوس محترمة جدا جدا على ارض الواقع النهاردة في وقت السكيلز فيه كتيرة جدا ولكن في ناس كتير جدا مش بتتحرك. ويمكن السيلز من اسهلهم
وابسطهم انك انت تقدر تتعلم حاجه زي كده. هتلاقي الكورس موجود على بلاي ليست البيع من الالف للياء. اللي انا عايز اقوله لك في نهايه الفيديو ده، ما تستناش السوق يفتح لك الباب، افتح انت الباب بايدك. اختار طريقه من الخمس طرق اللي اتكلمنا عنهم النهارده وابدا نفذ واحده فيهم، ومن الاخر كده بالبلدي انا اسف، احلبها لحد ما تجيب اخرها، وبعد كده خش على الطريقه اللي بعدها. لانك طول الوقت لازم تتعلم انك ازاي تكرييت اصلا افكار جديده بحيث ان الناس تبدا تشتري منك، وطول الوقت تخلق لنفسك كاستمرز جداد وناس ويكونوا عملاء جداد بالنسبه لك عشان خاطر يقدروا يشتروا منك. بمنتهى البساطه الفيديو كده خلص. لو عجبك اعمل لايك وسبسكرايب للقناه وفعل زر الجرس للكل عشان يوصلك اي فيديو جديد ينزل. انا محمود أدري، اشوفك الفيديو الجاي، واوعى تنسى شعارنا: خلي الرساله توصلك، خليها توصل للعالم. السلام عليكم.